اليوم نحكوا على ولد عمي هذا اللي عشنا معاه في الشارع نتاعنا، وهو ولد عمي بن عمران عمر. والاسم تاعي انايا بن عمران حمد. ولد عمي عشنا مع بعضنا في هذا الشارع. ومن 97 اختفى هذا ولد عمي. حوسنا عليه ما لقيناش. وكانت امه الله يرحمها ثاني كما يقول لك كانت خايفه عليه. وثم من ذاك الوقت ما بانش من 97 حتى للبارح. اكتشفوا باللي هذا السيد عنده ولد عمي في السكنه نتاعو. وصدمنا. كيفاش كان عنده؟ كان محتجز؟ كان دايرو في السكنه نتاعو، كان ما يخرج قاعدين، كان انسان كما يقولوا دايرو في سجن. احنا حوسنا عام زوج ثلاثة أربعة. قلنا يا ودي ولد عمنا هذا ربما توفى والله، خاطش كما يقول لك دورنا بالعام وبالزوج وبالثلاثة ما بانش. حتى انطلقت اشاعات تاع حديث من القريه. قالوا يا ودي، يقولوا في الفيسبوك، قالوا يا ودي راه حي وراه عند السيد وراه مدرق وراه كذا وكذا وكذا. شاعت الاخبار في البلاد، كنا محسوب مصدومين من الحكايه هذه. قلنا ذرك حي ولا ميت، ما كاش اللي يعطي لك الخبر الرسمي. احنا كيما يقول لك خالو ولات لافامي تاعو كل صدموا السيد، هضروا معاه عادي، يهضر معاهم ببروده وما حس عليه عادي، ومد لهم المفتاح وقال لهم ادخلوا للسكنه ودخلوا فتشوها. وانا راني قلت لكم ما كانش وانتم راكم مكذبيني. قلنا له يا ودي احنا ندخلوا نفتشوا لان الحديث راه طلق في البلاد. اذا كان كاين راه الدوله تاخذ اجراءاتها ودير اللي دارتها. كان عاد ما كانش ثاني ترفع عليك الحديث، وحنا ثاني يترفع علينا الحديث. وكي دخلوا الجماعه ان شاء الله تاوعنا وفتشوا كلش، فتشوا الشنابر، فتشوا السكنه قاعدين، حتى دخلوا الكراج لداخل كان داير فيه نعاش تميتين وقرط. كان هو مدرقو في التبن، باني له سجن بالتبن. والانسان هذا ولد عمي انايا كان قاعد كما يقول لك احنا ماناش عارفين، ممكن في عالم اخر والله. لاخاطش كي صدم عليه خالو نوضو لقاه، قال له عرفتني؟ قال له عرفتك. قال له شكون انايا؟ قال له خالي بشير. وبدا يسمي فيهم وقال له وعلاش ما بلغتش ولا ما خرجتش ولا ما هربتش؟ ما باش يهضر، كان ساكت ما باش يهضر. سبب ما عرفناش. يقولوا يا ودي سحر، اخرين يقولوا شعوذه، اخرين يقولوا وش يقولوا. والحقيقه راه ان شاء الله ثاني تزيد تبان، وربي راه بين الحق. وان شاء الله كما يقول لك حكينا على الوالده تاعو مسكينه ربي يرحمها. الوالده تاعو كانت كما يقول لك القلب نتاعها حاس باللي مازال حي. وكانت تقول لهم يا ودي هو مسكين كان مربي حاشاكم كلب، والكلب هذاك كان عند السيد يروح ليه لانه يستنى في مولاه اللي كان مربيه، يستنى فيه ذاك الكلب. والكلب استنى وبعدها يقولوا باللي كتلوا هذا السيد، داه لواحد البلاصه وكتلوا باه يختفى كلش. وكما يقول لك كي قتل الكلب درقت كاع الاشاره، واليوم الحمد لله ربي بينا الحق ولقينا بنا حي لاباس عليه. واليوم الحمد لله راه الفرحه كاينه، وبنا رانا فرحين به ورانا نستناو فيه من عند السلطات. شوف قال الحمد لله اليوم راه بان بعد 28 سنه من عمليه البحث. ايه الحمد لله اليوم راه بان بعد 28 سنه. وكما يقول لك راه عند كما يقول لك الطبيب وعند الاهالي، وراهم واقفين وراهم يعالجوا فيه. وان شاء الله يكون سلامات في عقله وفي جسمه وفي كلش.
ونطالبوا ان شاء الله ثاني الدوله تاخذ وتبين الحق، تزيد تبين الحق. احنا كما يقول لك ربي يبين الحق والدوله ثاني تزيد تبين الحق ان شاء الله فيه.